طب ال الرومانسيه، الاغاني الرومانسيه هي اللي بتخلي البنات تحب وتعشق وتعبر، بنات ورجاله، ولا الكلام نفسه، ولا كلام. المؤدي؟ الكلام. امتى بقى يأثر، لو هو حقيقي ولا اه لو هو طبعا. بس عند فيه قافيه وخلاص؟ لا مش قافيه. اصلا لو الكلام كلام حقيقي بيعبر عن. اه لو الكلام لو فيه قافيه ما بقاش، مش الجيل اللي موجود دلوقتي مش زي زمان. زمان كانت القافيه ومش عارف ايه، فتحس ان الموضوع في الشعر او بتاع. اوكي. دلوقتي الكلام الحقيقي، الكلام اللي احنا ممكن نقوله دلوقتي انا وانت واحنا قاعدين كده ده اللي يجيب يجيب يأثر. على طول. الكلام اللي احنا بنقوله الطبيعي واحنا في حوار مثلا دلوقتي، لو اترجم لاغنيه مثلا بكلام عادي جدا بيوصل على طول. امال ليه دلوقتي بتلاقي مطرب معين وبدون ذكر اسماء بيحط كلام مترتب لايق على بعضه، بس هو كلام فيه سجع كده، اللي هو ايه، انت تسمعه لازم غصب عنك تكرره، بس كمشاعر مفيش مشاعر. يعني مش عايز اقول اسماء، يعني في اغاني كده في يعني. مدارس، في مدارس كده، صح. مدارس بدأت كده ومستمرة على كده، اه من غير ذكر اسماء. اكيد بالظبط. انت فهمتني. احنا محتاجين نقول الاسماء تقريبا. لا لا، ما نقولش. المدارس دي نجاحها في سر بساطتها في اللي انت بتقوله ده، ان يبقى اوكي. الموضوع كده. طب بتحب مين من الناس القديمه، مطربين قديمة اللي هي انهي جيل؟ قديم خالص قديم زمان؟ خالص. اه. طبعا اكيد بعشق ام كلثوم وبعشق وردة، دول فوزي. اكتر اتنين بحبهم. اكيد عبد الحليم. اوكي. بس يعني بالنسبة لي انا كابراهيم، وردة، ام كلثوم، عبد الحليم. اول مره الاقي حد يرتب ورده في الاول. هي السكة بتاعتها قريبة مني قوي. ام اوكي. كلثوم طبعا قامة وكل حاجة، بس هي وردة القريبة اكتر، طب وانت السهل الممتنع يعني. انت بتغني من امتى؟ انا بقالي داخل في 25 سنة بغني.